السلام عليكم، أهلا بكم. النهارده في موضوع ديني مهم جدا يخص الشيخ عبد الله رشدي اللي قدام حضراتكم. طبعا في ناس كتير يعني بتزعل جدا لما بنقول لكم على حقيقته. طب انتوا بتستغربوا ليه؟ اعرف الموضوع وبعد كده احكم. انت ليك مطلق الحرية، تتبعه وما تتبعوش، ليك مطلق الحرية. انا لا اجبرك على ان انت تتركه او تتبعه. ده حاجة تخصك انت، شأن يخصك انت وخصوصا الشباب. انا بخاطب فئة الشباب اللي هي منخدعة فيه ومفتونة بيه وبأسلوبه، وهو صنيعة مصنوع مخصوص للشباب، لتوجيه الشباب لاتجاهات مخالفة للإسلام. وهنثبت لكم الكلام ده ان الشيخ عبد الله رشدي اتصنع علشان يحرف الأحاديث النبوية والفقه الإسلامي، وده شيء في منتهى الخطورة. هنثبت لكم دلوقتي بالصوت والصورة، هنجيب لكم دليل على هذا الكلام. احنا بنتكلم في الدين، فأهم حاجة في الدين الدليل. خلاص؟ فهو دلوقتي حرف حديث مهم جدا علشان ينسب للإسلام وللرسول عليه الصلاة والسلام إن الإسلام والرسول بيشجع على عمليات الزنا والإنجاب في الحرام واختلاط وضياع الأنساب. إزاي؟ حرف معنى الحديث، حديث مهم جدا اللي هو بيقول الولد للفراش وللعاهر الحجر. الولد للفراش وللعاهر الحجر، ده اسم الحديث. حرفه ازاي؟ وهنجيب لكم بالصوت والصورة الدليل. هو الحديث ده عبارة عن اللي قاله سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. قال ان في رجل، معنى الحديث يعني ان في رجل قام للرسول عليه الصلاة والسلام في احد اللقاءات يعني، وقال له يا رسول الله، هو الراجل ده شاور على شاب كده او ولد. قال له الولد ده ابني من الزنا، انا زنيت بامه من في الجاهليه، وهو ده ابني من الزنا. الراجل ده بيقول للرسول كده، ده الحديث. فالرسول قال له، رفض الكلام ده وقال له انت ما عندكش اثباتات على كده غير ان دي ما كانتش متزوجاه. يعني خدوا بالكم من الفاصل الخطير ده، ان الحديث بيخص رجل بيتكلم على واحده او سيده هو مش متزوجها. هو بيقول للرسول ان الولد ده ابني من الزنا، انا زنيت بامه في الجاهليه، ما كانش متجوزها. خلاص؟ يعني واحده كده عاهره عمل معاها علاقه وانجب منها هذا الولد، وهو بيدعي كده ومفيش اثباتات. فعلشان كده الرسول قال له لا، ده مش ابنك، الولد للفراش وللعاهر الحجر. يعني قال له ان الولد ده مش هيتنسب ليك، وهيتنسب للقبيله اللي هي مع امه، وهتبقى باسمهم. هو ده معنى الفراش، الولد للفراش. وللعاهر الحجر، ان هو الراجل ده يعني اللي بيدعي ده، اللي هو بيقول ان انا زنيت بامه، هو ده اللي ليه الذنب وعليه الذنب، وكلامه يضرب بيه عرض الحائط، ولا ينسب ليه هذا الولد لانه بيدعي ومفيش اثباتات، وممكن يقام عليه الحد ان هو زاني. ده لو كان في الاسلام، انما الكلام ده قال ان هو في الجاهليه. خلاص؟ لكن الشيخ بقى، نرجع للشيخ عبد الله رشدي، جاب معنى هذا الحديث وطبقه على الناس المتزوجين. يعني طبقه بقى على المتزوجين في المسلمين، وده كلام باطل وتحريف في الحديث، لان الحديث زي ما قلت لحضراتكم يخص الرجل اللي هو غير متزوج وزنى مع واحده وانجب منها. لكن عبد الله رشدي راح مطبقه على المتزوجين، وقال ان في حالتين. اول حاله ان هو في الحاله دي لا ينسب الطفل للرجل المتضرر اللي هو بيتهم زوجته. قال لك ان زوجته دي ارتكبت حرام وحملت وهتولد. خدوا بالكم من الكلام، لان الفاصل اللي جاي ده في اللي هو بيقوله عبد الله رشدي، الفاصل في كلامه اللي هو عمليه تسجيل الطفل اللي هو جاي من الحرام. فلو هذه السيدة لسه حامل ولسه ما ولدتش او ولدت ولسه ما سجلتش الطفل باسم زوجها، فكده في الحالة دي زوجها يرفع قضية ويروح للقاضي ويعمل حاجة اسمها الملاعنة. القاضي يعمل الملاعنة ويتهمها بالزنا، وهي مثلا ترفض او تعترف. ففي الحالة دي لا ينسب هذا الطفل اللي هو جاي من الحرام لهذا الرجل اللي هو المعترض، اللي هو جوز الست الخائنة.
خلاص، هي دي الحاله الوحيده ان هو قبل ما يتسجل هذا الطفل فيعترض، فما يتسجلش باسمه. اما رجع بقى، نجيب لكم بقى المقطع كامل بالكلام ده علشان تركزوا فيه، اللي هو بتاع عبد الله رشدي وتحريفه في الحديث. قال لك ان الحاله الثانيه بقى، ان لو زوج متجوز واحده خاينه، وهو مثلا مسافر مثلا سنتين ثلاثه ومش عارف ايه، رجع لقى زوجته جايبه طفل، مخلفه طفل ومسجلاه، خد بالك، حط تحت مسجلاه ديت 100 خط، سجلته باسمه. ممكن تسجل الطفل باسمه عن طريق اي طريقه غير قانونيه غير شرعيه، بالتزوير، بالرشوه، باي طريقه، المهم انها نجحت انها تسجل هذا الطفل اللي من الحرام، اللي من حد تاني، باسم زوجها اللي هو مسافر عشان اكل عيشه، ورجع لقى هذا الطفل باسمه. فطالما لقى هذا الطفل، ده كلام عبد الله رشدي، طالما لقى هذا الطفل مسجل باسمه، يبقى كده لا يستطيع انه ينفي نسب هذا الطفل حتى لو رفع قضيه. لو رفع قضيه، القاضي يرفض الغاء نسب هذا الطفل لهذا الزوج الضحيه. فده كلام في منتهى الخطوره. حتى لو في الدي ان ايه، يعني لا يعترف به الشرع، لا يعترف به الدي ان ايه اللي هو تحليل الحمض النووي، ومع ان بياخدوا بيه تحليل الحمض النووي اللي هو الدي ان ايه في حالات تانية كتيره الا النسب، علشان يضيعوا الانساب ويضيعوا يعني الحاجات ديت والمواريث والحاجات دي، يعني يخلي حد تاني من الحرام يجي يورثك ويضيع انسابك، عكس اللي هو ما يريد الاسلام. الكلام ده كله ملفق للاسلام بالباطل. الاسلام ضد اختلاط الانساب وضياع الانساب، وان حد غريب او حد من الحرام يجي يورثك غصب عنك. قال لك ان الزوج في الحاله ديت لا يستطيع نفي نسب هذا الطفل، ويبقى على اسمه غصب عنه طالما اتكتب واتسجل. ليه؟ بحجه ايه؟ شوف بقى كلام عبد الله رشدي اللي هو صنيعه الازهر، فبيقول لك بحجه ان علشان ما نتسببش في حاله نفسيه لهذا الطفل اللي هو جاي من الحرام، وما نتعبوش نفسيا. ازاي نقول عليه ابن زنا ومش عارف ملوش اقارب ومش عارف ايه؟ طب انا مالي. وخدوا بالكم من نقطه مهمه جدا، ما فيش اي حد، ما فيش اي رجل متزوج ينفي نسب ابنه لو ليه عيل مثلا هو شك فيه ونفى اسمه يعني نسبه، الا اذا كان فعلا فيه مشكله كبيره. يعني مش اي حد يعمل الموضوع ده، يعني مش مثلا مجرد واحد مختلف مع زوجته ايا كان الاختلاف يروح يطعن في نسب ولاده. ما حدش طبيعي يعمل كده الا اذا كان تعبان نفسيا او مجنون، تمام؟ لكن طالما الرجل وصل لهذه الدرجه ان هو ينفي نسب هذه الاولاد ليه، فمعنى كده ان فعلا هم مش اولاده، فيجب اخذ كلامه في الاعتبار، ويحللوا الدي ان ايه وياخدوا بيه. انما يقول لك لا احنا ما بنعترفش بالدي ان ايه، لان ما فيش انسان طبيعي يقول ان ابني ده مش ابني. ده الناس بتموت نفسها علشان تحتفظ باولادها، تمام؟ فموضوع ان هو واحد يقول ان واحد مش ابني، يعني ده موضوع كبير، وموضوع لازم ما نستهترش بيه وناخد بيه. لكن الشيخ عبد الله رشدي يقول لك لا، بالرغم من كده لازم طالما اتكتب باسمك هذا الطفل اللي هو جاي من الحرام يبقى على اسمك ويرثك والحاجات دي كلها، وهو يعتبر ابنك من الفراش، طبقا للحديث الولد للفراش وللعاهر الحجر. الكلام ده كلام باطل وتزوير للحديث. ارجعوا للحديث وابحثوا عنه، هتجدوا ان الموضوع كان يخص رجل غير متزوج زنى بواحدة غريبة عنه في الجاهلية. لا ينطبق على الناس المتزوجة. المتزوجين لهم حالات تانية. طالما الزوج اعترض وقال ان ده مش ابني، يبقى يتاخد بكلامه ويتم التحقيق في هذا الامر واثبات عن طريق التحاليل والدي ان ايه، زي ما بيثبتوا ان الطفل اللي هو ضايع في الشارع او اللقيط يعني بالدي ان ايه بياخدوا بيه شرعا. وكمان الاطفال اللي هم اختلطوا في المستشفيات وتاهوا يعني في الاسماء بيعملوا الدي ان ايه وبياخدوا بيه شرعا. والناس اللي هي ضحايا الحروب والزلازل والكوارث والحاجات ديت بيعملوا الدي ان ايه وبياخدوا بيه شرعا. فليه تمنع ان يتاخد بالدي ان ايه في اثبات النسب او نفي النسب؟ دي جريمه بيعملها مشايخ الازهر، وعلى راسهم
اللي هو الشيخ اللي اسمه عبد الله رشدي ده اللي انتم مفتونين بيه. اسمعوا هذا المقطع علشان تعرفوا الجريمة اللي عملها ضد الإسلام والمسلمين وتلفيقه للرسول وللإسلام. اسمعوا هذا المقطع. الشرع بيحتاط لإثبات النسب أكتر مما يحتاط لنفي النسب. ليه؟ عشان نفسية الولد اللي طلع وتربى ونشأ وتعلق بالأب ده والأم ده، فجات الأم عملت مصيبة وأنت شكيت فيها، تقوم تدمر حياة الولد ده بين صحابه وبين مدرسيه. تعرف هتعمل إيه؟ معناها عمه مش عمه، جدته مش جدته، ابن عمه مش ابن عمه، معناها كل عيلة أبوه هيبصوا له أنت ابن حرام وأمك ست زنت فيك. أنت متخيل بتدمر نفسية الطفل ده إزاي؟ فعشان كده الشرع احتاط في نفي النسب، بيخليه في دائرة ضيقة جدا. إيه الدائرة دي؟ إن أنت أول ما تعرف انها حامل او وانس انك عرفت انها ولدت، تقول يا جماعه انا مش لاعب، ده مش ابني. في اللحظه دي بس الشرع بيديك الحق انك تنفي النسب. انما كبر وتربى وانت اقريت بيه ورحت تسجل على اسمك والدنيا تمام، وتجيلي بعد سنتين 3 10 تقول لي هنفيه، الشرع بيقول لك اسف الباب اتقفل. وكل حضراتكم سمعتوا اهو بنفسكم، واللي ما ركزش في الكلام يعيد تاني هذا المقطع ويسمعه بدقه، وراجع ابحث عن الحديث اللي انا قلت لك عليه وراجعه، اللي هو الولد للفراش وللعاهر الحجر. اعرف مين اللي قاله وكان مناسبة ايه ان هو يتعمل. والرسول طبعا نسب الولد لهذا الرجل المدعي لان ما كانش متزوج لهذه السيدة، وممكن يكون بيلفق لها تهمة الزنا، وانه عايز ياخد الولد ده بالباطل ليه لاي سبب من الاسباب. فما فيش اثباتات، انما دلوقتي ربنا جاب لنا اثباتات، يعني ادانا العلم ان احنا نقدر نثبت نسب هذا الولد اللي هو الدي ان ايه، اللي هو التحليل الحمض النووي. ليه ترفض الدي ان ايه في اثبات او نفي النسب، مع ان الشرع والازهر نفسه برضه بالرغم ان هو بيطعن في هذه العمليه وبيضيعها، بياخد بيه الدي ان ايه اللي هو بيرفضه في النسب، بياخد بيه في اثبات نسب الطفل اللي هو اللقيط اللي هو تايه في الشارع مرمي في الشارع، بياخد بيه شرعا. وكمان بياخد بالدي ان ايه او تحليل الحمض النووي ده للناس اللي هي ضحايا الحروب والكوارث والزلازل وهدم البيوت والكلام من ده اللي هو يعني مش معروف نسبهم. وكمان بيتاخد في اثبات الاطفال في المستشفيات اللي هي مواليد الاطفال اللي هي المولوده وتاهوا مع بعض ومش معروف ده ابن مين وده ابن مين، فبيعملوا الدي ان ايه وبيتاخد بيه في هذه الحالات. طب انت ليه بترفضه في اثبات النسب؟ يبقى انت ليك غرض ان انت تضيع الانساب وتتهم الاسلام والمسلمين ان هو بيحرض على الزنا، وان انت تنجب في الزنا والنساء تنجب في الزنا وتسجله باسم زوجها والكلام ده كله، ويعني كلام في منتهى الخطوره. فاحذروا من مشايخ الازهر اللي بيعتمد الان على نشر القبور، عبادة القبور والأضرحة، هو ده اعتماده الأساسي، وتشويه الإسلام وتشويه السنة النبوية زي ما المثال اللي احنا قلناه ده دلوقتي اللي هو بتاع حديث الولد للفراش والعاهر الحجر، اللي هم يعني بيعتمدوا على يعني تحريف المعاني ليه، مع ان الحديث اللي هو الموجود الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص ده يخص رجل غير متزوج، خدوا بالكم. لكن عبد الله الرشدي والازهر اللي هو صنعه بيركزوا على ان الموضوع ده بيحولوه على الناس المتزوجين. وزي ما قلت لحضراتكم طالما 2 متزوجين والاب اعترض على نسب ابنه يبقى لازم يتاخد بكلامه ولازم يتاخد بالدي ان ايه ويتم الاثبات القانوني لنسب هذا الطفل او عدم اثباته. لكن ان انت تقول طالما تسجل باسمه وعدى عليه مثلا سنه ولا سنتين ولا يوم ولا يومين، طالما تسجل تقول ان هو ما يقدرش يغير نسب هذا الطفل ليه ويرثه بالباطل علشان ما نتعبش نفسيه هذا الطفل اللي جاي من الحرام. يعني انت بتفضل ايه على ايه؟ بتفضل نفسيه الطفل على انك تدمر رجل وتخلي رجل يعني يتنسب ليه طفل من الحرام ويرثه بدون اي حق؟ ازاي الكلام ده؟ فاحكموا بنفسكم ولا تتعصبوا لشيخكم على حساب دينكم. أنا بكلم الشباب المفتونة بعضلات عبد الله رشدي. والسلام عليكم ورحمة الله.